الاهلي بقيادة زيزو بن رمضان يمطر شباك فاركو برباعية مقابل هدف مع الرأفة، وشباب الاسماعيلي احرجوا بيراميدز، وقطار المصري ما بيقفش وما بيعتمدش حد. لو اول مرة تتفرج عليا انا حسام زويد، فضلا وليس امرا اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، وانزل حالا دلوقتي اعمل لايك للفيديو دعما لاخوك وحبيبك عشان نستمر في تقديم المحتوى، ونتابع سوا بقى ونحلل ونعرض اخبار الدوري المصري وابرز المباريات العربيه واكيد ابرز المباريات الاوروبيه والعالميه. خليني اقول لك عزيزي المشاهد ان الاهلي رجع وعاد الى المسار الطبيعي، والمسار الطبيعي هنا للنادي الاهلي هو طريق الانتصارات. والحقيقه ان ريبيرو تخلى عن الحنكه الزياده والكاريزما الزياده والعنجهيه والتحفظ الزياده اللي شفناه قدام مودرن. بالاختصار المفيد، ريبيرو ادرك اخطائه على مستوى التكتيك وعلى مستوى التشكيل في لقاء مودرن ونزل عدل كما يجب ان يكون. شفنا اهلي مغاير 180 درجه قدام فاركو، انتشار ممتاز للعيبه. كنت بتكلم في ماتش مودرن وبقول ان تكتيك ريبيرو بوظ وافسد اللقاء على الاهلي وضيع 3 نقط كانوا في المتناول، لان فرقه مودرن مش الفرقه ان الاهلي يستاهل ان هو يضايق مساحاته ويقفل الملعب ويبقى فيه شغل تحفظي بزياده حتى كمان على مستوى التشكيل بالشكل المبالغ فيه ده. ولكن الراجل ابتدى النهارده بشوبير في حراسه المرمى، يمين محمد هاني، شمال كريم فؤاد، قلبين الدفاع اشرف داري وياسين مرعي اللي بيثبت اقدامه. ابتدى بلاعب نمره 6 اخيرا اليو ديانج، واثنين على مستوى محور نص الملعب او لعيبه بوكس تو بوكس، زيزو ومحمد علي بن رمضان. الهاف اليمين كان تريزيجيه، الهاف الشمال بن شرقي، وفي الامام محمد شريف. صباح الفل كده. دي تشكيله الاهلي اللي الدنيا كلها وجماهير الاهلي كانت بتنادي بيها انها تبدا الدوري. فين ديانج يا عم ريبيرو؟ ريبيرو قال لك ديانج اهو. فين بن شرقي يا عم ريبيرو؟ قال لك بن شرقي اهو. ومش هنستغنى كمان عن تريزيجيه برغم ان هو ما جابش اداؤه لسه او جاب حتى 60% من اداؤه، ولكن يا عم انا هلعبه لك هو كمان، ويلا هاف يمين. طيب كده وبس يا عم ريبيرو؟ قال لك لا، ده انا هفتح لك الملعب يا بيه، وهننزل اول 5 دقائق او 10 دقائق نضغط فاركو وكأن الاهلي بيلاعب نفسه في التدريبات. احنا عايزين تقسيمه ونفتح الملعب، محمد هاني يبقى اقصى اليمين وقدامه تريزيجيه اقصى اليمين، والناحيه الشمال كريم فؤاد اقصى الشمال وقدامه بن شرقي اقصى الشمال، والملعب يبقى مفتوح والاثنين سردباكات تتقدم ونضغط الفرقه ونديهم العلقه المتينه. وقد كان سيركت نصب في نص ملعب فاركو، وبعد 1-2 ممتازه من محمد هاني وتريزيجيه ناحيه اليمين. وعلى غير العاده يا عم هاني، هديك حقك يا هاني، هديك حقك. هوب الراجل اداها عرضيه، مش هقول ارضيه برازيليه ولكن عرضيه تعمل دربكه في دفاع وبسذاجه بصراحه من سير باكات فرقه فاركو اللي اتحرك لها كويس قوي محمد شريف المهاجم المتحرك الجيد قارئ المساحات محمد شريف، عشان يحطها واحده بدماغه تعلن عن الهدف الاول وتترجم سيطره النادي الاهلي في اول 10 دقائق. طيب انتهينا على كده؟ قال لك لا، ده لسه كتير والحفله مكمله. الحقيقه ان الاهلي فرجنا على 45 دقيقه من عالم اخر يا جماعه. هو ده الاهلي وهي دي الصفقات وهو ده الاداء اللي احنا مستنيينه، عشان في الدقيقه 20 يجي احمد السيد زيزو و1-2 مع اليو ديانج في نص الملعب وياخد الكوره بيتدنجل بيها بعرض الملعب، وهوب بيربط مع مين؟ مع الرسام، مع القبضاي، مع الامبراطور، مع الراجل اللي ماسك الريشه وعمال يعزف يمين وينشر سحر شمال. ايه الراجل ده يا جماعه؟ عين عليك برده يا محمد علي بن رمضان. صفقه للتاريخ للنادي الاهلي ومواصفات لعيب بجوده وكواليتي يخرب بيت كده. الراجل عنده من كل حاجه حاجات. الراجل لعيب نمره 8 ولعيب نمره 10 لا يعلى عليه. واتفرج على استلامته الكوره من زيزو لما لعبها له على خط ال 18. الاستلامه تقريبا هي نص الجول يا جماعه. يعني انا بأثني على اداء زيزو وانه تحركه بالكوره وراح وجه وهوب ربط مع بن رمضان وجري قطع لحد منطقه ال 18. كل ده ممتاز، ولكن الاستلامه بس تفرق. يعني ده لو لعيب عادي وما عندوش الكواليتي ده ما كانش هيستلم الاستلامه اللي فيها فنت للمدافع اللي كان في ظهره وعداه ورفع عينه، او من غير ما يرفع عينه باحساس اللعيب الكلاسيكي نمره 10 بشماله ربط ال1-2 مع زيزو. وطبعا زيزو ممتاز واداء لتاني مباراه على التوالي بشكل ممتاز، ترجمها بقى النهارده في الماتش الثاني بهدفين يحسبوا له بصراحه. كمل زيزو عشان يحط افضل جول
من ضمن الاربع اهداف اللي سجلهم النادي الاهلي، ويعلن عن الهدف الثاني في الدقيقه 20 للنادي الاهلي. واستمر الاهلي في احكام قبضته على مجريات الشوط الاول بالطول وبالعرض. وخليني اقول لك عزيزي المشاهد ان قبل الهدف الثاني كان في هدف الغي للنادي الاهلي في الدقيقه 15 بتوقيع تريزيجيه، مش هقول محمد شريف. فالاهلي ابدع وامتع وروق علينا بصراحه في الشوط الاول. الاهلي كان مكيفنا قوي يا جماعه في الشوط الاول. طيب الشوط الثاني ايه اللي حصل؟ الاهلي نزل بنفس الضغط وبنفس السيناريو وبنفس الاسلوب الممتع وبنفس الانتشار المتميز والتحرك الممتاز جدا من غير كوره، وده العامل الاكبر اللي كان يميز الاهلي ولاعبته عن المباراه الاولى امام مودرن سبورت. الاهلي يا جماعه كان عنده كثافه عدديه في منطقه الجزاء بالاربع خمس لعيبه في الكور. تلاقي اربع خمس لعيبه في منطقه الجزاء وتلاقي على اليمين فاتح محمد هاني وعلى الشمال فاتح كريم فؤاد. فانتشار الاهلي في ماتش فاركو يا جماعه ممتاز. وكان فين هواك من بدري يا ريبيرو يا حبيبي؟ كان فين؟ الدقيقه 57 وقرر اشرف بن شرقي ان هو يحط بصمته. خد المدافع ناحيه الشمال وقال له تعالى يا صاحبي نقول كلمتين كويسين مع بعض، وخده على الخط بالتمويه بتاعت جسمه بزقه الكره ناحيه الشمال لبره الملعب، وعدى الزبون وعلى الارض ارضيه نفس الارضيه البرازيليه ما بيغيرهاش، وبيلعبها لما بيرفع عينه. ما بيلعبش خلاص، ما بيلعبهاش عبثا. الراجل ده ما بيلعبش اي حاجه عبثا، ودي الميزه اللي في اشرف بن شرقي. يقف على الكره يتأنى ويبص، يعدي يتأنى ويرفع عينه، يباص الكره يرفع عينه قبل ما يباص، يعدي على الخط بسرعته في مساحه ضيقه لازم يرفع عينه قبل ما يباصي الارضيه. باص الارضيه لزيزو اللي اتحرك كويس قوي في منطقه الجزاء وحطها بشماله في البعيد عشان تعلن عن الهدف الثالث للنادي الاهلي. ريبيرو حس ان هو ضمن الماتش، وفي الدقيقه 68 قال لك بقى انا لازم احط التاتش بتاعي. ما انا ما ينفعش الماتش يعدي 100% كده سليم يا جماعه، لازم التاتش بتاع ريبيرو. فنده على الواد كوكا قال له ولا كوكا تعال، وشد ديانج قال له ولا ديانج انت عامل لي فيها دبابه روسي مركبه، مش اطلع بره يا مالي يا افريقي. وسحب محمد شريف ونزل جراديشار عشان يحط التاتش والكاريزما. ما التكشيره مش كفايه يا جماعه، لازم يبقى فيه. وخليني اقول لك ان ديانج قدم 68 دقيقه على المستوى البدني والجري وقطع الكوره مثاليين. الراجل عقد محمد فخري وعقد نص ملعب فاركو، وتقريبا فاركو ما تقدمتش بولا كوره على مدار اللقاء. الراجل كان فعلا دبابه مركبه في نص الملعب، كان قطيع، كان في غضنفر واقف لامم من ورا زيزو، وانطلاقات بن رمضان لقدام وتحركات تريزيجيه، وشايل عن بن شرقي بلاوي في ظهره. كان اسطوري في قطع الكوره. يمكن المدرسه الاسبانيه بتاعه روبيرو، ومن قبلها كولر السويسري، المدرسه اللي بتحب تعمل البيلد اب وتبني الكوره من تحت، ما تحبش اللعيب اللي زي ديانج. ليه يا جماعه؟ لان بصراحه ودي وجهه نظر انا كمان، ديانج عنده مش هقول مشاكل او يمكن بعض القصور في امتصاصه للكوره، بعض القصور في الشورت باص للعيبه اللي حواليه. ديانج ما تاخدش منه احلى شورت باص. يعني انا مثلا كواحد زي اشرف بن شرقي، انا بن شرقي او تريزيجيه جالي كوره ما احبش انها تجيلي من ديانج، ممكن تجيلي من زيزو، تجيلي من مروان عطيه، هتجيلي مستريحه على الرجل اللي انا عايز استلمها في الوضع والمساحه اللي انا حاببها. لكن من ديانج ما بتطلعش احسن حاجه، ولكن ده قصور مع التدريب او مدرب مقتنع بيه ومؤمن بيه يجي من ديانج ويتظبط ويتعدل ويتطور. لكن انت يا عم ريبيرو الراجل شايل نص الملعب على كتافه ودماغه، ومحرر كل اللعيبه اللي جنبه على يمينه وعلى شماله وقدامه، قافلها ميه ونور. سحبته والراجل خارج مش راضي، وحقه لانه حاسس ان هو عمل اداء كويس بالنسبه لمركزه. نزلت كوكا، اقسم بالله ما في دقيقتين بالظبط او 3 دقائق، وحسينا ان الاخ محمد فخري خد حريته في نص الملعب وتحرر، ولعيبه نص ملعب فاركو تحررت، والمساحات والعمق اتضرب عند الاهلي، ومفيش 3 دقائق والهجمه بتاعه فاركو هوب ودربكه في منطقه الجزاء وشوطه في العارضه عشان تترد لمحمد هاني. محمد هاني ما لقاش اي منفذ قدامه لان الكره كانت ضعيفه على دماغه، فخرج الكره مبدا الامان ورا عشان يطلع مصطفى شوبير، وفي خطا في قله خبره. مش هقول اكتر من كده يا مصطفى لان انت رصيدك يسمح عندنا يا ابني، ولسه ما عندكش من الخبره الكفايه ان احنا نلومك، ولكنه خطا ساذج قوي يا مصطفى، قوي قوي قوي. الكره خارجه بره، ما تسيبها يا عم، ما بتلحق ايه؟ لحق مصطفى شوبير الكوره ودخلها الملعب عشان يلاقيها محمد فخري ويحط الكوره في حلق الجول، معلنا الهدف الاول لنادي فاركو.
بعد الهدف الاول لفاركو رجع نسبه وبصيص من الامل للعيبه فاركو، ففتحوا المساحات وتقدموا وضغطوا على لعيبه النادي الاهلي، وحصل عندهم عدم اتزان في نص الملعب وفي خط الدفاع عشان يظهر المايسترو حبيب قلبي وحبيب الملايين محمد بيه النهارده يا محمد هاني. انت محمد بيه هاني، ما لازم نديك حقك يا ابني، ما هنعمل ايه؟ ما احنا بنقطع فيك بقالنا 3 سنين تقريبا، فيعني حرام يعني بصراحه. وخد بالك الماتش الجاي، وده احساسي انها ترجع ريما لعادتها القديمه، لان انت بتلعب تقريبا ماتش كل، مش هنتكلم ونقول انك بتلعب ماتش كل 5 شهور كويس، والباقي تمشي على سطر وتسيب 17 سطر. فربنا يا ابني ينفخ في صورتك وتكمل على هذا المنوال وهذا الاداء. حط اسيست ممتاز وخلى جراديشار راس تو راس مع محمد شيكا اللي خرج بقى معاه بن شرقي على شماله. قال له يا جراديشار اديني يا ابني، عايز اجيب جوان، انا عمال شغال ارضيات برازيليات، هقضيها برازيليات يا ابني لحد نهايه الموسم، اديني اي حاجه يا اخي حرام عليك. جراديشار قال له بص يا بن شرقي، انا اسير الدكه واسير الاحزان، ومش انا اللي اقعد لمحمد شريف، تعالى يا شيكا خش عليا. دخلت يا شيكا، هوب يا شيكا، خده شمال وحط الكرة في الجون، معلنا الهدف الرابع ورصاصة الرحمة للنادي الاهلي في فاركو. الغريب بقى يا جماعه، وقبل ما اللقاء ينتهي تقريبا بدقيقتين او حاجه في الدقيقه 91، وكان محمد هاني بيتغير عشان ينزل محمد رضا، الراجل قلع شرط الكابتنه وبعتها مع اللعيبه عشان يديها لشوبير، فجاله جري عليه محمد معروف قال له هاني اخرج يا هاني من هنا، هنا هاني من عندي، انت ماشي هاني ما تروحش تمشي نص الملعب عشان الوقت، عشان لعيبه فاركو هتجيب 3 4 تجوال وترجع في الماتش يا هاني في الدقيقتين. فمحمد هاني جري تقريبا ما سمعش محمد معروف او نفض له، بس جري، كان بيتمشى وجري عشان يلحق يخرج من الملعب ويبدل. يوم محمد معروف يجري عليه وتقريبا انه شخصنها، وده العذر او السبب الوحيد اللي انا شايفه قدامي اللي بيعرضوا المشهد، اللي بيعكسوا المشهد. شخصنها محمد معروف مع محمد هاني واداله الكارت الاصفر وطرد محمد هاني في واقعه غريبه بصراحه. واتمنى ان اتحاد الكوره ولجنه الحكام تعيد النظر في الطرد ده، لان انا بصراحه يعني انت يا كابتن في الدقيقه 91 ولا 92 وفاضل دقيقتين والماتش ينتهي تقريبا، والاهلي كسبان 4-1، مش فرق جون ولا حاجه ولا جونين، وقتها ابو كباتن اللي هيضيعه معلش. ولكن لنا الله، حكام الدوري المصري ما ينفعش يكملوا حاجه للاخر يا جماعه، لازم يبقى فيه، لازم يسيروا الجدل. سريعا نخش على تقييمات لعيبه النادي الاهلي، ونبتدي بمصطفى شوبير. شوبير انا اديك 2 من 10 يا شوبير، بحكم ان انت لسه 24 سنه، وبحكم ان انت رجليك مش في الملعب بشكل كبير، ف2 من 10 مش 0 يا شوبير، لان الخطا اللي انت عملته خطا غريب وعجيب بصراحه. محمد هاني حبيب قلبي، محمد هاني كافو الكره المصريه اللي عمل 2 اسيست وقدم اداء ممتاز في ماتش فاركو، هديك 8.5 من 10 يا هاني، تستحق. اشرف داري الحقيقه هديله 4 من 10، والحقيقه ان اشرف داري يا جماعه لعيب كورته مش حلوه او مش احسن حاجه. اشرف داري كمجمل هو مدافع متوسط. واحد يقول لي يعني ايه متوسط يا عم حسام؟ ده محسوب علينا اجنبي. اقول لك والله يا ابو كباتن، لو انت دورت كويس في السوق هتلاقي ان في احسن بكتير جدا من اشرف داري، لان اشرف داري ده انت محسوب عليك راجل محترف. لما تيجي تبص لاشرف داري هتلاقي ان هو لعيب كورته على الارض مش احسن حاجه، هتلاقي ان هو لعيب عنده مشكله في التايمنج، في تدخلات مع المهاجمين، دايما متاخر او دايما مسبق او دايما في مشكله في التايمنج. طيب ايه الحاجه الحلوه او الكويسه اللي في اشرف داري؟ ان الراجل ده عنده التدخلات الهوائيه واللعب الهوائي ممتاز بصراحه. ما احنا لازم ندي كل واحد حقه، ولكن ما دون ذلك لا هو اللعيب الامثل اللي هو يبتدي لك هجمه من تحت، ولا هو اللعيب اللي اتعول عليه قوي في الواحد ضد واحد لو هو بيلاعب مهاجم مهاري شويه او جناح تقيل شويه. ياسين مرعي اللاعب اللي بيظبط اقدامه يوم ورا يوم في تشكيله النادي الاهلي الاساسيه، مدافع بمواصفات ممتازه، تحس ان هو بيلعب مع الاهلي بقاله 3 مواسم يا جماعه. فياسين مرعي هديله 7.5 من 10. كريم فؤاد اللي قدم مباراه لا باس بيها، ونوعا ما من ناحيته قدر ان هو يحرك اشرف بن شرقي ويلعب معاه بشكل كويس، ولك في الهدف الثالث خير مثال، فعشان كده كريم فؤاد هديك 6 من 10. اليو ديانج قدم مباراه زي ما قلت على المستوى البدني وعلى المستوى قطع الكوره، وده كان دوره الرئيسي في الماتش بشكل كويس قوي، ممتاز، كان ممتاز. اليو ديانج هديله 7 من 10. قدامه زيزو نجم اللقاء بلا منازع، اللي كلل مجهوده بهدفين، وكنت اتمنى
ان هو يهاترك النهارده، فزيزو بكل بساطه يا جماعه عمل كل حاجه في الكوره، يستاهل ال10 من 10 الفول مارك. المايسترو الرسام حبيب قلبي وحبيب الاهلاويه يا اخوانا، تونس ما بتجيبش حاجه وحشه، ما بتجيبش كسور يا جماعه. بن رمضان زيدان الاهلي الجديد هديله 9.5 من 10، يستحقها والله ويستحق ال10 من 10. محمود تريزيجيه اللي مش هو محمود تريزيجيه اللي احنا نعرفه، اللي لسه في دوامه من ساعه ضربه الجزاء بتاعه كاس العالم للانديه. تريزيجيه اللي ممكن دوافعه تكون قلت مع انتهاء مشواره الاحترافي، مع العلم ان هو ناحيه اليمين النهارده كان افضل نوعا ما من ناحيه الشمال. يعني كنت اشعر ان تريزيجيه مع محمد هاني ناحيه اليمين قدم مردود افضل ولا باس به شويه عن ماتشاته قبل كده اللي اداها كهاف شمال. ولكن تريزيجيه مش هو تريزيجيه خالص، اللي انا شايف ان لازم الراجل ده يعد نفسيا ويتهيأ نفسيا كويس عشان يقدر يخلق دوافع جديده ويقدر يرجع ويتخطى الموقف بتاع كاس العالم للانديه. تريزيجيه هديله 4.5 من 10. اشرف بن شرقي اللي قدم ماتش ممتاز، اللي كان عامل رعب من ناحيه شمال الاهلي لفاركو، كان ناقصه حاجه واحده بس ان هو يسجل هدف بن شرقي، ولكن مش هنطمع يا ابني في اكتر من كده. عملت اللي عليك وقدمت مردود رائع. بن شرقي هديله 8.5 من 10. ثم المخيف محمد شريف، المهاجم المتحرك، المهاجم القناص اللي سجل النهارده امام فاركو، ادي لشريف 8.5 من 10 النهارده. بديل شريف جراديشار اللي سجل هدف ممتاز، اديله 7.5 من 10. واحمد نبيل كوكا ياخد بقى 3 من 10 قياسا على ادائه خلال ال 22 دقيقه او ال 25 دقيقه اللي لعبهم في اخر المباراه. 3 نقط مهمين للاهلي عشان الاهلي يوصل برصيده الى 4 نقاط. الاهلي اللي هيبقى باقي الجوله الثالثه من الدوري، يعني الاهلي مريح الجوله الجايه وهيبقى بقى على موعد مع لقاء صعب امام غزل المحله في الجوله الرابعه في ملعب ميلتا باور. ملعب غزل المحله الملعب الصعب للخصوم خاصه الاهلي والزمالك. ثم ينتقل الاهلي لمواجهه بيراميدز في قمه الجوله الخامسه في الدوري العام. بيراميدز اللي نجا من فخ شباب الاسماعيلي بهدف الدقيقه 82 من رأسيه مروان حمدي. بيراميدز الغير مقنع لحد دلوقتي، مش هو ده اداء بطل افريقيا المنتظر، ومش ده الاداء يا عم يوتيتش اللي احنا مستنيينه بفريق لفريق بحجم وقوه سكواد اللعيبه اللي موجوده في بيراميدز. زد تعادل مع سيراميكا 0-0، وكهرباء الاسماعيليه اتعادل 2-2 مع بتروجيت. الاتحاد السكندري ومواصله مسلسل النتائج المخيبه اللي خسر من مودرن سبورت 2-1 في تاني خساره ليه في الدوري العام. اما المصري البورسعيدي الحصان الاسود، الفريق المتربع على عرش الدوري المصري لحد دلوقتي 6 نقط بالعلامه الكامله. المصري يدك شباك الجيش ب3 اهداف من صلاح محسن ومنذر طمين ومحمد مخلوف. اداء ممتاز للمصري، ويا لها من بدايه وجرس انذار للفرقه الكبيره اهلي وزمالك وبيراميدز، عشان بيقول لهم المصري ان انا السنه دي هنافس على مركز مؤهل لدوري الابطال او اضعف الايمان على مركز مؤهل للكونفدراليه. عزيزي المشاهد، لو وصلت لحد هنا فاشكرك شكرا جزيلا على المتابعه، وفضلا وليس امرا اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد اول باول، ولايك على الفيديو يا صديقي دعما لاخوك وحبيبك عشان نستمر في تقديم المحتوى ونواصل مع بعض بقى كلامنا وحبنا عن الكوره. اشكرك شكرا جزيلا عزيزي المشاهد، واشوفك في الحلقه الجايه. سلام عليكم.